مساء الخير. أنا وياكم مؤمن، جيتكم اليوم فيديو جديد وموضوع جديد. أنا اليوم عن فوائد وأضرار الهوليوود سمايل وكيفية عملها. هوليوود سمايل أو ما يعرف بابتسامة هوليوود تنقسم إلى قسمين: إما تبييض الأسنان بالليزر أو تركيب قشور خزفية. تبييض الأسنان بالليزر يعني شلون؟ يعني بدون أي تدخل جراحي، بدون بنج، نسبة الألم نوعا ما معدومة. شلون؟ هاي راح أحكيلكم إياها هسه. يجينا المريض يسوي تنظيف أسنان ونحدد موعد بعدها لتبييض الأسنان بعد مدة لا تقل عن 48 ساعة ولا تزيد عن 72 ساعة، يعني 2 إلى 3 كحد أقصى. بعدين يوم الجلسة يجي المريض عنده تصبغات بأسنانه وهي جلسة التبييض. احنا نكون مجهزين جهاز تبييض الأسنان بالإضافة إلى مادة الهيدروبيروكسيد اللي هي المادة اللي راح نخليها على الأسنان، بالإضافة إلى جل حماية اللثة. يتم وضع جل حماية اللثة وبعدين نيبس الجل بمادة حرارية ما يحس بيها المريض أبدا، وبعدين نحط المادة المبيضة على الأسنان لمدة 15 دقيقة ونوجه الليزر عليها. بعد 15 دقيقة يتم غسل الأسنان بالكامل ووضع المادة على الأسنان من جديد، وهكذا بالجلسة الثالثة في نفس اليوم. كل جلسة مدتها 15 دقيقة. جلسة تبييض الأسنان تستغرق 45 دقيقة وتتقسم من 3 أجزاء، 3 جلسات يعني، لكنه متكررة. وبعدين راح يشوف أسنانه قبل وبعد شلون تصير. إيجابيات تبييض الأسنان بالليزر: رقم 1، نتيجة رائعة بمدة قصيرة، بدون أي إجراء جراحي، بدون بنج، بدون ألم نوعا ما، ويزيل التصبغات الصعبة من إزالتها من الأسنان هذه الجلسة. هذه هي إيجابياته. هسه نجي نتكلم عن الأضرار اللي يسببها تبييض الأسنان بالليزر. تابعوني. أضرار تبييض الأسنان بالليزر هي حساسية الأسنان واللثة اللي تسببها مادة الهيدروبيروكسيد، ومن الممكن تسبب حساسية بالأنسجة الرخوة، وهذا يتم عن طريق تركيز محلول مادة الهيدروبيروكسيد. الضرر الثاني بعد تبييض الأسنان بسبب حرارة الليزر الشديدة اللي تتوجه للسن، يتم به مثل الحساسية، السن يتحسس جدا وألم معه، وهذا الألم يتم فقدانه بعد مدة 24 ساعة كحد أقصى، ولكن ألم، وهي الأسنان تصل يعني باللغة العامية. الضرر الثالث اللي من الممكن يسببه تبييض الأسنان بالليزر هو احتمالية حرق اللثة أو الوجه. شلون؟ حرق اللثة يتم إذا كان الطبيب أو الممرض ما حاطين الجل الواقي عن اللثة بطريقة صحيحة أو بشكل كافي، فيتم حرق اللثة، وهذا يطيب بعد 24 إلى 48 ساعة. أما حرق الوجه هذا الشيء يعتمد على كمال عملية التبييض. ينصح عدم لمس الوجه من ناحية المريض إلى أن يتم غسل الأسنان بشكل كافي، ويقول الطبيب أو الممرض: أنت الآن كملت جلستك. ليش؟ لأنه إذا أي قطرة من الهيدروبيروكسيد من المادة المبيضة أخذتها بإيدك طلعتها على وجهك راح تحرق المكان، وهذه تسبب لك حرق بالوجه لبضعة أيام. الضرر الرابع هو ضرر مينا الأسنان، وهذا يتم بسبب مادة الهيدروبيروكسيد اللي هي المادة المبيضة وحرارة الليزر، يعني ويا الليزر. هذه الأسباب اللي تؤدي إلى ضرر المينا. الضرر الخامس أثناء تبييض الأسنان هو في حال ابتلاع أي قطعة من مواد التبييض أو اللعاب أثناء الجلسة فيتم تهيج المعدة والحلق. ينصح للمرضى في حال أنه كان لعاب بالفم أكثر من اللازم ما يقدر يتحمله أو المادة، يعطي خبر للممرض أو الطبيب الموجود بالغرفة حتى يتم شفط هذه المواد من الفم.
وهنا أنا حكيت لكم هسه عن إيجابيات وسلبيات تبييض الأسنان وكيفية التعامل معها. هسه أحكي لكم بعد تبييض الأسنان شنو لازم تسوي. بعد تبييض الأسنان أنت لازم تعتني بأسنانك نوعا ما، مرتين أقل شي فرش الأسنان باليوم، وأول 24 ساعة تبعد عن أي مأكولات بها أصباغ، معجون طماطة، الشاي، القهوة، الكاكاو، أي شيء بيه لون ابعد عنه نهائيا أول 24 ساعة بعد الجلسة. تدخين ممنوع منعا باتا حتى الأسنان بس ترتاح نوعا ما. عيش على السوائل والأكل الأبيض. شلون أبيض؟ يعني خبز، رز وما شابه. أول 48 ساعة بعد الجلسة لازم تبعد عن أي معجون أسنان بفلوريد. استخدم معجون أسنان بدون فلوريد حتى ترتاح أسنانك. أنا خلصت لكم الفيديو مالتي، حكيت لكم هاليوم عن تبييض الأسنان، إيجابياتها وسلبياتها، طريقة التعامل معها قبل الجلسة وبعد الجلسة، وكيفية عمل تبييض الأسنان عند الطبيب. أتمنى فاتكم الفيديو، ولا تنسون تكتبوا لي تعليقاتكم أسفل الفيديو، وشنو المواضيع اللي تحبوني أحكي عليها بالمستقبل. كان معاكم مؤمن من أوروبا. سلام.